حبيبي هواية طولت، تعال اشوفك مو متت، لو بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بيه. أكيد هذه الأغنية لعمالقة وقامات الفن العراقي، نبديها بالكبير الشاعر الجميل المبدع ضياء الميالي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافية. رمضان كريم عليك. رمضان كريم عليكم وعلى الناس اللي قاعد يشاهدون هذا البرنامج، وفرحت انه شفتكم اثنينكم. احنا اكيد فرحنا، يعني افرح اشوف رامي، احبك شاعر حبيبي والله. بس رامي وانت راقي اكيد يعني. اكيد وانا فرحت بشوفتكم والله. وانا تقصدت اختاريت هاي الاغنيه لان بالبدايه هي يعني قريبه على قلوب العراقيين. اكيد يعني. فعلا. زين، وهاي كانت من اهم الاعمال اللي بدوا بيها ويا المبدع اخونا وحبيبنا الفنان احمد السلطان. نورتنا، مساك الله بالخير. نورت خيمه رمضان مبارك. رمضان مبارك على الجميع ان شاء الله، علينا وعليكم. اليوم حلقه حلوه اكيد راح تكون بوجودكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اكيد بالبدايه مساكم الله بالخير والصحه والعافيه، رمضان مبارك عليكم وين ما تكونون. اكيد هذا البرنامج برنامج خيمه الفن اللي دائما يلم حبايبنا واهلنا وناسنا واصدقائنا وربعنا اكيد اهم شيء ربعنا. فاليوم الحلقه راح تكون اكيد مميزه بوجود فنانينا واصدقائنا والقريبين لكم والنا. ما ننسى ونرجع ونذكر انه هذا البرنامج اكيد برعايه كوزمتيك في، وايضا مجوهرات رما، وما ننسى ايضا زهور الشهد. فشكرا لكل احد ساهم بهذا البرنامج. وبدايه احنا دائما يكون عندنا بحلقتنا النسمه الحلوه الجميله اللي تضيف بكل حلقه، فاكيد هماتين نقول له مساك الله بالخير. الاستاذ صفاء الدين عازف العود الجميل، نورتنا حبيبي الغالي. بدايه يا رامي اليوم شو ما سلمت عليه؟ زعلانه منك. مو البارحه قريت لك غزل، حسيتك تتقشمرني. مو البارحه مشيت فيك. انت مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. انت بعد انت والبرنامج، انا مالي دخل، انا اليوم ضيفه، مو صح؟ انا اليوم وياكم ضيفه. اي والله انا معزب انت والله. رامي خلي نبلش انا وياك. تبلشين انا وياي؟ انت وياي تبلشين؟ يعني نسال. اكو واحد عنده هيجي ماده. اي يعني اليوم ضيفنا قامت الاغنيه العراقيه. انا ما نبلش بيهم والله ما ادري يعني، واحير اعجز شلون اوصفه يا حبيبي. ما نبلش نريد نعرف وين غاط عني. هو قدم البرنامج وهو غاط هالغطه بعد ما شفناك، وينه؟ وين ضربت بعين. لا شوفي، هو اكيد اكو شيء انا دائما اقوله، يعني اقول اللي سوى اسم ضياء الشعر، فانا وين ما اروح ارجع للاساس الشاعر. اي اكو وفاء بداخلي الموضوع. هذا الشيء بالدم ما يتغير. هذا يعني الاساس. وين ما اوصل وشنو اشتغل وشنو اسوي انا شاعر. ابدا ما راح افكر يوم من الايام انه اتمرد على هاي الحقيقه واروح اصير مثلا اعلامي يقعد يقدم برامج او يلتقي بناس او يقدم اخبار أو يعني كل اللي يصير وياك هي اضافات. يعني هي لانه ضياء نجح الشعر، فلانه نجح الشعر صار ضياء ينطلب كمقدم والبرنامج بعد هم حلو نجح. اي مو اني يعني ما احس نفسي بهذا المجال. اوكي ممكن مرات وما خفيت سر الفلوس تسوي واهس. حلو. فاروح اقدم برامج. انا احب صراحه. الله يشهد، انا احب صراحه، يعني الفلوس مرات تغري. اي شوفي، مو اذا كان الموضوع ما بي عيب وما بي انتقاص، وين المشكله؟ ماكو مشكله مضبوط. هو بالنتيجه يقدمك بشكل اخر غير اللي انت المعهود عليه يعني. والحمد لله كل البرامج اللي قدمتها كانت برامج حلوه فعلا وهادفه وحلوه، وانا متابعها كلها الحمد لله. اكو برنامج لحد هسه ما طالع ان شاء الله صح. الفتره القادمه كان ايضا ضيفي برامج. شكله راح يغطي علينا. لا يا ابو حبيبنا اخونا صديقنا مبدعنا. الله يخليك. اولا يابا دق الخشب صاير حلو، وين ماكو خشب. انت شنو الجمال، شنو هالوسامه. يعني انا من وعيت للدنيا لقيت احمد السلطان بهذا الديزاين. الله يخليك. صحيح. شنو الموضوع؟ كاشان كبرت كبرت من وعيت من بديت اسمع اغاني، من بديت اي صح. بدنا نحكي على 15 سنه. زين انت ب 15 سنه ما تكبر؟
لا اكبر، بس هو باوع مرات يعني هاي اشياء يعني هي ربانيه، يعني واحد يبين عليه هيك. انت ما يبين عليك الكبر. حلو من الله. ما يبين عليه الكبر، وبعدين يا ترى يعني مو ذاك الكبر تهم على كيفك شويه. لا هسه السنه بيها حوبه على ما كيفك. يخالف، بس انا ما احنا عاد اتفقنا دير بالك هسه على انت قبل ربعي. شويه قبل طبيت أنا اساسا مو كبير ترى، ايش قد عمرك؟ يعني صغير. العمر كله حلوه يعني صغير. يعني صغير. رامي انا همتين حكينا على موضوع قبل شويه، قال المرات الفلوس خلينا نقول تخلي الواحد طبعاً يطمع ينغري، كل من له مسمياته. أكيد. فيخليني اسالك اليوم، زين. انت صريح جدا، دائما اسمع ضياء يقول اني ما اهاجم احد، اني ما عندي مشكله مع احد، أبداً. لا شاعر أبداً. ولا فنان مضبوط. ولا اي شخص. ابدا والله. هم اللي عندهم مشكله وياي. اي فعلا. برايك ليش؟ من هم؟ ومن ما هو ماكو تحديد اللي يعني هم، أقصد يعني الفنانين انا ولا مش قصد الشاعرين؟ احد. شوفي خلي احكي بشكل عام. اي واحد يحكي علي بلقاء بجلسه يعني عاديه، اوكي. هذا انسان اكو شيء بقلبه مني، والا انا بحياته يدري، الولد كلهم يدرون اكثر انسان مسالم متصالح. ويبتعد متصالح ويا نفسه اشهد لك هوايه. بها اي والله. ابتعد عن اي مشكله، عن اي غيبه، ما احاول احكي على واحد وراه ابدا، حلو. لانه وتحكيها بالوجه. يعني قلت لك الولد هم مقربين من عندنا يعني، صحيح. فكلهم يعرفون بهاي القضيه. المشكله مرات العمل شغلنا احنا يخلينا يعني ننصدم واحد بالثاني. وانا اي واحد حكى عني بشكل سلبي اقول له رحم الله والديك. جزاك مسامحه الله خير. بما انه احنا بشهر رمضان. لا بدون رمضان. مسامح. يعني مسامحه. مسامحهم. شوفي بس هي القضيه بالنتيجه اكو حق واكو حقوق، يعني ما يصير انه انا اجي انكر حقك. انكر مثلا حق احمد السلطان، انا اقول انا مغني اغنيه حبيبي هواي طولت، اغنيه احمد معروفه هاي اوكي. ما يجوز. هذا تبني. هذا مو تبني، هذا السرقه. اوكي. زين. سرقه بشكل اخر يعني. والله طلعت يا ضياء، انا قلت يعني في يوم من الايام كان اكو احد الشعراء، هم ما اريد اجيب اسماء حتى لا يصير اي انا هم شفت لا يصير اللقاء. شخص انا. انا اللي سامع. اوكي. يعني يدري اكو ادعاء انه حبيبي هوايه طولت. سرقت. سين من الناس قال هاي كلامي. رحم الله. زين صح. هنا شلون حنعرف الحقيقه؟ راح اقول لك شلون تعرفين الحقيقه. لما يكون ضياء الميالي قبل هذا اللي حكي مبلش ب 10 15 سنه، فاكيد يعني واضح. اوكي. يعني ما مستحيل يكتب لي وانا سابقه بالتجربه. زين قبله كان انا يكتب. عندي ثقه بصراحتك استاذ. شوف انت تدري هي كلامك هاي يعني هسه ليش هذا يدري. لا نسال صدق. انا اكو يوم من الايام واحد طلبت منه انه اقعد لوحدي واكتب، لو قدامكم اكتب. لا قدامنا. اي والله. لا والله. اي والله. فهاي القضيه شوفي يعني بس اني حبيبي هواي طولت. ايه. هي بوقتها كانت بسوريا. هي يا سنه تحديدا؟ هي 10 11 يمكن 11 يمكن 10 11 شيء بهالفتره هي 10 11. انا كنت ما كنت بسوريا. هي الاغنيه بدت من سوريا. يعني هي بدت من سوريا كورشه. يعني مقيم بسوريا كنت يعني هو بذاك الوقت. بس انا كنت مسافر، كنت بدبي يمكن مو؟ ما اتذكر. اي بدبي كنت. فخابرني يعني احد من الاستوديو قال لي هاي الاغنيه يعني تابع الشخص حلوه يعني. او اوكي. لا حلوه، نوع يعني متعالس معها. يعطي اعجاب. إيه. بس يعني هم مؤسسيها تقريبا الي. حلو. يعني هي علي صابر من مرسومات قاعد لك. اشتغلنا انا وعلي صابر. أي. قال لي هاي الاغنيه تلوق لاحمد السلطان. كان بوقتها يعني اسف لمقاطعه احمد، كان بوقتها علي صابر جاي جديد للسوريا، فقاعد ياسس للشباب اللي يعرفهم عن قرب يعني بالضبط. من اجل سوريا. حتى يبين شغله حتى الجديد يبين وياهم. شغله. نعم. فهاي الاغنيه قعد علي صابر وانتم تدرون، انت تدري ويدري احمد وانا ادري انه علي صابر يكتب مضبوط. او ينطي مطالع. هو بهاي الفتره كان شغله وياك. يعني هو كان بهاي الفتره
ضياء يمه. انا هذا اللي دا احكي اللي اعرفه يعني. بالضبط. اللي اعرفه يعني. فاللي صار شنو؟ انه قال لي ضياء حبيبي هواي طولت، تعال اشوفك مو متت. هاي كمل لي اياها. دخول علي كتبه. دخول علي كتبه. تحياتنا اكيد. اوكي بس انت الدخول، هذا الدخول كله تكمله. من نومي بنومي حلمت. نومي لما قعدت لقيت لا بستني وبشوقه حضنت. من نومي لما قعدت لقيت البوسه بي. هاي شعر. اي والله. زين خلينا نسمعها بصوتك. زين احنا نسمعها منكم اثنينكم نريد. بما ان احنا بالاغنيه. حبيبي هوايه طولت، تعال اشوفك مو متت. يلا نسمع. لو بعد لحظه تاخرت نفس ما تلقى بي. بالحلم شفتك رجعت. زين. بستني وبشوقه حضنت. من نومي لما قعدت لقيت البوسه بي. حبيبي هوايه طولت، تعال اشوفك مو متيت. لو بعد لحظة تأخرت نفس ما تلقى بي. بالحلم شفتك رجعت، بستني وبشوق حضنيت. من نومي لما قعدت لقيت البوسة بي. أشوفك أنا تمنيت، عطرك أشمه يا ريت. عالشوفة تذكر من جنيت، تتوسل انت بيه، تتوسل انت بيه. وانت عني بعيد، نار قلبي تزيد. وانت عني بعيد، لك نار قلبي تزيد. الله عليك. الله على احساسكم. الله عليك. الله يخليك يا حبيبي. فعلا اني الله يخليكم للاغنيه العراقيه. فعلا يا رب. الله انا لازم احنا ضيوفنا يعني ندلعهم ونخليهم مرتاحين. ندلعهم احنا بالبدايه نضيفهم. ارحب. اشوف اني قبل شويه قبل ما نبدا بالبرنامج كل ساعه اقول له صارت القهوه؟ يقول لا بعدها. ترى مبقيه حتى هنا لكم. زين انت تحب بالعافيه. على طاري القهوه اكو بيهم انا اشوف اكثر الشعراء. تسلم ايدك. فتكوب قهوه هالكبره خاله يمه ومن الصبح لليل. يعني من يعني الناس اللي تحب القهوه هواي لو شاي؟ انا مالي. هو يحب غير اشياء. انا احب الشاي. لا شنو؟ تسلم ايدك. لا يحب فد يعني شكرا. شيء بالاكل انا اعرفه. هو كل شيء يحبه. احكي لنا شنو اللي تعرفه؟ مقام يقبل. لا احكي. هو يحب البوتيته. يعني البوتيته تخليه اليوم يكون مصحصح. ذكرني بشغله. البوتيته اليوم هاي مصحصح. هاي بيها قصه. هاي انا كان عندي بدايه السكر، المرض السكري. اي صح. تاخذ دواء الله يخليك. يصير عندي هبوط مرات. زين. يصير عندي هبوط بالسكر. فاقول لهم انا دائما من يصير عندي هذا الموضوع اتلاحقوا لي بشيء حلو، باكل شيء خلوه انه بس اكل ترجع الامور تصير طبيعيه. احنا وين هذا الحكي؟ بس خل اقول لك. باستوديو بعمان، باستوديو قاسم الصابونجي. قاسم الصابونجي. ايش دا يكتب لي؟ ايه دا يكتب لي تريد تنساني. الله. مو صحيح؟ تريد تنساني. عاشت ايدك. تسلم حبيبي. تسلم يا ورد. فصار عنده هبوط. فعلي بدر، لانه علي بدر صديقي يعني تحياتنا اكيد. تحياتنا حبيبي علي بدر. تحياتنا العلاوي. يعرف بيها يعني انا وياه عايشين سوا سنين طوال يعني. زين. فقال لهم عمي خلي بس جيبوا لنا شغله بها بوتيته بها شغله حتى يصعد. انا شنو؟ انا دا انتظره يكتب الكلام. فانا كل ساعه تدري بي انا شلون قلق. اروح وارجع كتبت ما ادري شنو، فكرت، يقول لي دا افكر. المهم ضياء هنا تخربط وضعه. زين. فعلي قال لي تخربط. قلت شلون له اعالج الامور؟ فاني هنا شنو اشتغلت عندي الانانيه يعني ما اريد ضياء يعني ما يتخربط الا هسه. يعني ما يتخربط هسه لو مكمل اغنيتي. قال بس قلت له شنو هسه شو نجيب له؟ قال شي بوتيته شي نجيب له. بس انا هالمره ما راح اجيب له بوتيته. لا انا هالمره يعني مجوهرات رما ما قدمت لنا بوتيته للاسف. وزهور الشهد ما قدمت لنا بوتيته. المره الجايه بدي اصير ضيف. وريت انه للاسف واذا اكو بوتيته جيبوا لنا يا شباب. هذا الشيء اكيد بحقك. قلبك يخليك. فانت دائما مبدع وعندنا صاروا بوكيهات ورد اثنين اليوم. انت راقي اكيد. وانت اللي بوكيه ورد ورامي بوكيه ورد. فدوى القلب. واكيد شكرا لك. فدوى. حمود الورد استريح واكيد. حبيبي
حبيبي رامي اشكرك الذهب للذهب. اشكرك جدا. فانت ذهب وورد شكرا لك وانسان وفنان تجنن. الله يخليك. احنا سعيدين حبيت اقول لك يا احمد ترى رامي غار من عندي وشاف انطيت ايه بوكيه الورد. ايه فقال خلينا الضياء نسويها. ايش قال؟ ايه ايش قال؟ قلت يا بوكيه ورد. انت بوكيه ورد. ما هو لا زين هاي مو عندك انت يا باقة ورد انت. يا باقة ورد. هاي الاغنية إيه. استاذ ضياء. ايه منتبه انا طبعا هي اهنيك يخليك ولو هي مو جديدة عليك. يخليك احنا ربي متعودين هذا الابداع منك. حبيبي مكتوب جواها بالاغنية خاصة خاصة لمن؟ يعني هاي انت خاصة وهيجي صارت للعالم لو شنو كانت؟ يعني شوف هو اكو مرات خاصة تخص الشاعر لو انطلب منك؟ لا اغنية اللي انتجها رجل صاحبنا ولد صديقنا يعني. يعني الشخص معين. الشخص معين طلب من عندنا انه نكتب على عنده قصة حب ويا بنية اسمها حنين. هو انا هذا اللي اريد. لان انت هوايه مركز على حنين بس انت ما شاء الله عليك مبدع. ما حسيت بهذا. ما حسيت خليت الحنين وصفت شنو الحنين. يعني الحنين تخصك؟ هي بنيه. لا تخص ولد صديقي. انا عرفت. الله شاهد عرفت الحالي وما سالك. يخليك. اذا مو هي ما دام مكتوب اغنيه خاصه. اغنيه اللي انتجها شخص نفسه لذاته. زين البنيه اسمها حنين. البنيه اسمها حنين طبعا. قعدت كتبتها. الولد كان مسافر لالمانيا وتدري احنا نريد ننفذ. الاغنيه حلوه دمها خفيف يعني. يعني فالولد تاخر. زين قلت له ليش ما اشيل لك اسم حنين؟ وخلنا ننزلها. زين قال لي لا عيب من الولد. بعدين الولد اجى يعني خلصنا الاغنيه والحمد لله. الحلو بموضوع الاغنيه انه هي نزلت شكلت حضور وهذا نادرا ما يصير بالاغاني الخاصه. بالاغاني الخاصه ما يصير هذا يعني قليل جدا. وبها اسم بس انت ما شاء الله عليك يعني حابكها صح. لا هسه اكو اغنيه جديده هم خاصه. لا غيرها هالمره ساره يمكن. وصار اي واحد عنده حبيبه يجي معروف. زين يا احمد ماكو اغنيه خاصه لاحد؟ هواي خاصه. والله سوى اغاني خاصه. لا بس مو اكو اغاني ما تنزل. اغاني هي خاصه يعني ما تنزل. لان صاحب الاغنيه ما يقبل انه تنزل. احمد قليل الظهور بالبرامج التلفزيونيه طبعا وما يحب يطلع باي قناه وما يحب يحكي اسراره. نعتبر هذا غموض. انت اكو ناس هواي تخاف من الكاميرا وما تحب الكاميرا او انت مو قول شنو الاسباب؟ السبب لانه اتفرج على اللقاءات صراحه يعني. هو مو غرور بس يعني ما تشوفها ما اشوفها يعني تليق بفني وبوضعي. ما يفيدك اللقاءات اليوم؟ مو على الفائده. لا اذا تجين على الفائده اكو هوايه استفاد من عندها اشياء مو شرط انه يكون لقاء. تمام. يعني ماديه ممكن؟ ابدا. لا شنو الاشياء اللي تفيدك غير اللقاء؟ ما هو يعني اللقاء حصري بيك. لا اللقاء القناه والمعد حلو. والمقدم هاي كلها اشياء اهتم بها انا. حلو. انا ما اقتنع باللي اللي قاعد يحاورني يعني. اللي قاعد يحاورني او بالطريقه الحواريه اللي او الطريقه الاهم انه الطريقه الحواريه يعني اكو البعض طبعا مو الكل ويمكن تأيدوني انتم يعني مرات احس انا الضيف جايبه المقدم ده ينتقم من عنده. احنا ده ينتقم من عنده. صح. هاي ليش؟ يعني ينتقص منه ممكن. تحس انه هو يعني هو ما حابه وجايبه يعني يحقق وياه. لا مو دا يحقق رامي. لا هو دا يعني شلون اقول لك مطلع قهره بهذا الانسان. يعني طلع قهره بيه. يدور وينك عيوب وينك مشاكل وينك اشياء. انت ليش اسال على فن على القدم؟ مو بس هاي انا الصراحه اشوف هذا من وجهه نظري انه هذا الشيء ما يليق بيه. انا ما اقعد واحد ويا واحد. البعض دا اقول مو الكل اكيد. يعني شلون اقول لك اقل مني ثقافه واقل مني فنيا واصغر منك عمرا واقعد احاوره ويسالني اسئله خلي اقول لك اياها اسئله تافهه. نعم. يعني اسئله ما لها اي معنى. اشوف اللقاء اني من يقول لي فلان لقاء ادخل اشوف اللقاء ارفض راسي. حلو مباشره. حلو. يعني انت مو رفضك مباشر. لا انت تشوف البرنامج. لا اشوف اقول له شو اسم البرنامج شنو من المقدم شنو المحتوى يتابع ويلقى البرنامج. زين انا من خابرتك حتى ما سالتني ليش جيت. انا مو اثق بيك. انا دا اعرف يا من قاعد يعني
يعني مو قدامك يعني اوكي، بس انا اعرف رامي واعرف خلفيته الفنيه واعرف شنو رامي واعرف سجا اكيد يعني، فاجي يعني بدون ما اسال اعرف الاعداد. انت مرتاح؟ اجي مرتاح طبعا. اضافه حلوه يا احمد. الله يخليك. دائما احنا فنانين الحلوين القريبين ان حلوين بفنهم وباخلاقهم نفتخر اليوم بهم، احنا من الناس اللي نفتخر بالشيء الحلو. صح. خليني اسالك، هو ايضا نشوف اشياء مو حلوه بهذا الوقت 2024 سنه 2024، اشياء قامت ما تليق لا بالشعر ولا بالفن ولا بالاعلام ولا بالذوق العام للمتلقي. طيب شلون احنا اليوم نقدر نسوي حمله نتضامن مع بعضنا انه نقول خلاص ستوب كافي، نوصل هاي الرساله اللي هي الجهات الامنيه او الجهات المعنيه حسب. المشكله انه اي شيء بالوقت الحالي صار يتحكم الانترنت به بشكل كبير، تفاعل كلش، لانه تدرين انت صار الحيز الاكبر لهذا الشيء. صحيح. حتى التلفزيونات بدا يقل تاثيرها، صار تاثير اليوتيوب، مضبوط، البرامج، نتفليكس، اي تطبيق. نعم. اوكي. صارت اكو قضيه ثانيه بعد اساءت للقضيه فوق اساءات اللي هي شنو هي؟ اللايفات. صحيح. التيك توك تقصد؟ التيك توك اي لايف زين بشكل عام. حلو. يعني انا فتره من الفترات دثيت لي يمكن مره او مرتين. شفتك يعني حسيت بمهزله، ما حسيته مو مكانك. يعني شنو انا مضيع وقتي وقاعد احكي. والله حتى يجيني واحد يشور لي ورده او يشور لي اسد. بس حلوه الورده. لا مو هي، لا الورده مو هي، لو هاي الورده حلوه واقعيه حلوه بس مو معناها مو تجيني حلو. يعني فالنتيجه انه انا قاعد تقلل اليوم من الفنان وهيبته. يعني ما حسيت روحي ويا الميالي. حسيت روحي واحد من دول اللي يطلعون يرقصون ويغنون ويدقون. محشوم. لا محشوم. يعني ضياء الدين اخو صفاء من الناس اللي حافظوا على طبعا عازف صفاء الدين، انتم شقيق يمكن اكثر من ملحن ضياء الدين اكيد. هو من عائله فنيه، عائله محترمه وراقيه. اخ الملحن الكبير الحبيب وصديقنا وتحياتنا له ابو ايوب. تحياتنا له اكيد. هذول العائله حافظوا على عمق الاغنيه العراقيه السبعينيه من خلال الحان ضياء بالسنوات التسعينات اللي سمعتوها هاي. محتاجكم، تانيتكم، بقوا محافظين هاي الاغاني. لا هم يعني خلوا الاغنيه السبعينيه تستمر حتى بالتسعينيات وحتى بالالفينيات. مضبوط. يعني بعد ما احب مالت محمد عبد الجبار على سبيل المثال. قلت ما احب يمكن. قلت ما احب العفو. مضبوط. قلت ما احب اللي هي الحان ايضا ابو ايوب. اليوم معناتها ضياء ضد. انا ضد تسفيه الاشياء. اوكي، احنا قلنا بالبدايات نبصم، نسوي شغله على السريع، نقرص انتباه المتلقي، نجذبه انه بس من ينتبه لنا نقدم له شيء صح. يعني انا من قدمت قلب قلب على سبيل المثال، قلب قلب صارت اغنيه عالميه تغنت بلغات. صحيح. صح. اوكي. فهذا من يجي ضياء يعاب عليه هذا الشيء، ضياء سوى منجز للاغنيه العراقيه. الاغنيه العراقيه ترى للعلم فتحت لها الباب اغنيه قلب قلب. يعني انا واحد قلب قلب اللي فتحت الطريق بالضبط للاغاني حتى تكون الاغنيه العراقيه عربيه. صراحه مضبوط. اوافقك. كان قبلها بس مو مثل قلب قلب، محدود كان. مضبوط. اللي يعني كانت الاغنيه ممكن تضرب بالخليج العربي، الاقليميه تكون. بالضبط اقليميه. نعم. فلذلك احنا من اجينا مثلا سوينا هاي النوعيه، كانت القصد منها انه نجذب انتباه الناس للاغنيه العراقيه بس بطريقه صحيحه. اليوم تبقى المتلقي ما يسمع كلمات الاسفاه والكلمات اللي ما تليق لا بمكانتك ولا ببيئتك ولا بموطنك. مو شوف فهم الناس اللي قاعد يشتغلون حاليا، هو الباب صار مفتوح مع الاسف. فعلا. يعني انا كنت واقف لمده ما ادري كم سنه بقهوه ابو ناطق بالصالحيه، والله حتى افوت للاذاعه والتلفزيون بلكي اقدم لي نص حتى يوافقون عليه. شوف السهوله اللي هسه التعب اللي كنت تعبه يحكي رامي
والله العظيم اصعد من بيتنا اللي هو بالشعب بيت اهلي لحد باب المعظم بفورت مثل ما نسميها احنا باص باص او شيء، ووراها اكمل من باب المعظم للصالحيه مشي بحث عن حلمي. زين احنا اليوم شنو نسمع منك من احمد؟ شو تريد ابو؟ حتى نكمل مشوارنا ودردشتنا اريد احمد يغني لنا اليوم يعني الاغنيه اللي تعتبرها هويتك. ايوه اغنيه تتغنى لبنيه يعني ما متذكر، اللي هي كلمات الراحل الله يرحمه علي الفريداوي. علي الفريداوي الله يرحمه. علي الفريداوي كتب لي كبد مالي لو ناس كتب لي لو صابر. لو صابر يا اخي جميله. اني كلش الله يرحم الكبير علي. الله يرحمه الفريداوي. علي من يعني ولد هونون طبعا كان من اعز اصدقائي، وضياء يدري كان قريب مني هوايه. قريب من عندنا كلنا. صور اقرب مني. انا مشتغل له اكثر من علي الفريداوي. هو ضياء مشتغل لي اكثر من علي، بس علي قريب الي كلش، يعني بعلاقتنا كانت كلش قويه ايام سوريا. ويضحك يعرف. سوريا يعني ما ادري والله دا اشوف الموضوع هوايه انا وعلي وكلش هوايه، وظلت علاقتنا طيبه الحمد لله. كل شيء ما صار بيناتنا يعني. الخبر يعني خبر وفاته كان صدمه بصوره عامه، صدمه بالنسبه لنا صراحه. اي والله ما كنا يعني ما كنا متوقعين يعني صدق. الله شلون من تقولين على وبعد وقت يعني. الحمد لله الحمد لله الله يرحمه ورحمه الله. الله يرحمه. لو صابره علي هي كانت قصيده، هي يعني خصوصيه ما اقدر ادخل بها، هو هسه الرجال المتوفي يعني. بس لو صابره يعني الاغنيه قريبه لعلي كلش، قريبه الى نفسه يعني. خلينا نسمعها بصوتك. لا هي انا ما اتذكر الحان من الحان مصطفى ابراهيم. مصطفى ابراهيم اشتغل لي اكثر من اغنيه. صح. من ضمنها هاي الاغنيه بداياته طبعا مصطفى ابراهيم. بدايات بالبدايات كلش يعني. من بدا طرح نفسه ملحن. من طرح نفسه ملحن. اشتغل لي تقريبا 5 اعمال. اكو عمل هم كلامك. صح. عملين يمكن كلامك. صح. انت دائما حصه الاسد. اي فمن سمعني لو صابره ظلت الاغنيه سنتين قايد عندي. اي طبعا انتم تعرفون هاي نعرف هاي راسا يختار الاغنيه بسرعه يقول اريدها يلا نبدوها. اي ظلت سنتين عندي. زين سنتين عندي ذكرني بيها، رجع اسمعها من فتره وفتره قال لي هاي الاغنيه كلش قويه. قلت له نفذ. من نفذها انصدمت صراحه يعني. كان تنفيذ توزيع محب الراوي. تحياتنا له اكيد. ونريدك تجاوب. ترى ما راح اموت انا من الافراد. ويلي هذه السرعه البديهيه. خلنا نتفارق واسال علي. يمكن بالبدايه شويه اشتاق ويجوز بغيبتك اتعب شوي، لكن بالنهايه لازم انساك ولو منك تظل جروح. الله. أخلو صابر تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة، لو صابرة وما ناسية كان ضحكت على الدنيا هاي القاسية. لو صابرة تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة، لو صابرة وما ناسية كان ضحكت على الدنيا هاي القاسية. توني اداوي جروحي جابتني يمك روحي، توني اداوي جروحي جابتني يمك روحي. الباب دق بلهفتي وقالوا فلانة مسافرة لو صابرة، تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة.
الله عاش صوتك. الله عليك، عاش صوتك. حلوه هالاغنيه ومؤثره كلش حلوه الاغنيه. لو صابره من اهم الاغاني انا اعتبرها قريبه لك، يمكن قريبه لي هوايه. الشعر يخلص، الشعر يخلص بعقل الانسان اللي ما يفكر انه يغير، اللي ما يفكر انه يلقى مواضيع مختلفه. يغير شنو؟ يغير اشخاص لو يغير تفكير؟ يغير على فكره كل الاشياء، الاشخاص والتفكير. بس اهم شيء لا يحترم الاشياء اكثر من اللازم. زين. انا قلت لك انا احب الشعر، بس الشعر انا شو وقت ما اريد اكتبه اجيبه. صح، مو هيك، مو اظل انا واقف والله انا كاتب فلان اغنيه. صح. انا لحد هسه احس روحي حالي حال رامي اللي مثلا اجى وراي بسنوات طوال. مضبوط. اوكي. حلو. انا سابقه بالتجربه وسابقه بالانجاز، وهذا مو تقليل من شأنه بالعكس. بس انا احس نفس الشيء يعني. هو يشتغل، انا اقول ليش زين، ليش اقول اشوف اغنيه حلوه ما شاء الله هو ابدع يا حبيبي. اجي اشوف رامي كاتب اغنيه حلوه، زين ليش انا ما كتبت اغنيه حلوه؟ ما عندك هاي روح المنافسه قصدك؟ لا عندي روح المنافسه. لا بس هو هي هاي القضيه. انه انا اريد انظل. هسه انت اذا تعدين شعراء الاغنيه اللي موجودين بالعراق على صابع لازم اكون انا بالمقدمه ويا الناس لانه انا مخلي روحي الاول. زين، مو يعني هو مو غرور، بس ثقه انه انا ما تراجعت، ظليت مستمر. اكو ناس كنت انا طالع وياهم نفس الوقت اللي بلشت فيه، هم كانوا اسماء. اليوم خطيه يعني تقريبا والله يكون بعونهم انتهوا، لانه يفكر دائما انه انا كاتب فلان اغنيه ما يصير لا يعني انت راح لا تفكر، راح اطوي. انا هسه ما قاعد احكي. يوم من الايام قعدنا حتى هم على ابو توته موجود، اليوم كنا قاعدين بمكان انا وياه، كانت اكو اغنيتين معروضات الاحمد. زين. فهو محاير يختار يا اغنيه. تتذكر؟ الاغنيتين مو كلامك؟ لا، واحده كلامي وواحده كلام علي الفريداوي الله يرحمه. الله. فاجى قال لي شنو رايك يا الاحلى هذه لو هذه؟ اللي هي حبيبه هوايه طولت. زين. الثانيه كانت شهر كامل علي المر، اللي هن اثنين اخذتهن. لا هي وحده شو اسمها؟ شهر كامل علي المر. اي بس مو منو الاحلى، هي وحبيبه هوايه طولت. لا انت تريد تختار. مو حبيبه هوايه طولت. هي والكبد مالي. لا بوقتها كان علي صابر واني انطيناك حتى ما ينسى. انطيناك كنا قاعدين اذا تتذكر بساحه السيوف بالتسجيلات مال عمر الله يرحمه. يعني ما ينسى ولا مبين عليه عمره 90 سنه. ما شاء الله يتبخر. ما شاء الله، مو قلت لكم جيبوا لنا غشاء يعني العمر الطويل. فكان يم عمر ميوزك تسجيلات. فسالتني قلت له ضياء اي اغنيه اخذ، شهر كامل عليه المر لو حبيبه هوايه طولت؟ قلت له انا بهاي القضيه انا طرف من الاطراف، ما اقدر اقول لك اختار هاي وعوفها. زين. فانت اسال الناس اللي عندك اللي انت يعني لك ثقه بذوقهم، هم يقولوا لك. والحمد لله انه انا بعد هاي الكلمه انا ادري من اللي قايل لي هاي الاغنيه احلى. اعرف ادري. ادري بالخلفيات. اوكي. فراح غناها، صارت اهم اغنيه عند احمد السلطان. انا على فكره بس اريد اضيف اضافه. هاي الاغنيه حبيبي هوايه طولت، مو قلت لك اكو هوايه اشياء اني ما اسوي لقاءات هوايه، فاريد اقولهم بعدين من يصير اللقاء انساهم. زين يلا قولها. ورا ما نزلت الاغنيه فد عدد من المطربين يمكن انت تتذكر قال هاي الاغنيه مالتي، وبعدين صارت مال احمد. 1 2 أو 3 مطربين. زين. اللي هم سامعيهم يمكن. هاي الاغنيه مالتي، وبعدين صارت لاحمد. تدري هاي الاغنيه مالتي كانت يقول لي وبعدين صارت لك. فانا اقول له وانا اعرف تفاصيل الاغنيه من الالف. هي صنعت اساسا لا هاي حقيقه من خلال البرنامج لازم، لان انا ما قايلها. الاغنيه تاسست والشاعر موجود راح يأيدني. هاي اللي جمعتكم. يعني انا قاعد لك قلت له احبك قال اعطيني الدليل. هذا الدليل. الاغنيه صنعت لي بالاستوديو. واني ما موجود ضياء، انا ما موجود بالاستوديو، انا بدبي. صح. انا الموضوع صار بالتليفون. واتذكر علي صابر قال لي
قال لي هاي الاغنيه سويتها الك. احنا نقول شاهد من اهلي يعني. قال لي الاغنيه سويتها لك، تقول لي كلمتين اي او لا، وحده. حلو. بالتليفون. قلت له ايه؟ قلت له تم. واحكي لي هسه الاغنيه المن. بالاضافه الى سامر، حتى سامر طه سالم. سامر طه سالم. اكيد تحياتي له. تحياتي له حتى ما انساه يعني، حرام. قال لي هاي الاغنيه لا تفوتها لان احنا مسويها الك. فالمطرب او المطربين حلو. اللي قالوا هم يعرفون، قالوا هاي الاغنيه مالتي. تعتقد هاي غيره لو لا 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 هم بوقتها هالقد ما الاغنيه سوت انتقاله، سوت فشي كبير صراحه. حتى بالتنفيذ ما تنفذت حالها حال بقيه ما تنفذت، لان اني بوقتها يعني انا صريح، اني تدخلت واني اول مطرب يصور ويمنتج بلبنان بذاك الوقت. صح. اني منتجت بلبنان، كان المونتاج بسوريا. اني اعطيت الماده زياد خوري وقلت له دزها لفلان واحد اريد امنتج. رأفت يتذكر قال لي ايش تسوي؟ قلت له اني مسؤول، يعني اني على مسؤوليتي. بس احمد انت مو نشط بفنك، انا احكيها قدامك. نعم. يعني ليش مقل؟ انا مقل بالاختيار. ليش؟ انا ما انزل اي شيء. ماكو اغاني حلوه تعجبك؟ لا اكو اغاني حلوه بس انا ما انزل اي شيء. جربت انه انزل اكثر من اغنيه والصراحه انا اعتبره اخفاق بالنسبه لي بيني وبين نفسي. اكو ناس لها غير وجهه نظر يمكن يوافقني. يقول لك وجود بالساحه، يقول لك انا اسجل حضور واكو الطريقه العشوائيه. انا ضد هاي الفكره مال اسجل حضور صراحه. انت لو موجود انت مقل بشيء حلو افضل من ما يكون هو شيء وايد. انا اتذكر واحد من اصدقائي ماهر احمد، في يوم من الايام قال لي شلون تختار الاغنيه؟ شلون تختار اغنيه؟ وضياء يدري انا بفتره من الفترات انا الاغنيه اللي انزلها ماكو اغنيه نزلتها ما نجحت. الحمد لله والشكر. من اول اغنيه من هاي عيونك. هاي عيونك اول من هاي عيونك اللي كلها ما توقعت. زين. ومن هاي عيونك تريد تنساني، حبيبي انا مشتاق، الكبد مالي، حبيبي هواي طولت. اي اغنيه اقول لك اياها اذا ما مسجله حضور انت راح تعرف. وصلنا الحبيب هواي طولت، حبيبي هواي طولت، ابو الدقايق. عيني ابو الدقايق. صدق يعني تحب غيري. صدق الله. صدق يعني تحب غيري، يعني انا احكي لك على تسلسل. ترى كان نسبه 90% مالاتي. يعني انا انا احكي لك تكوين كل الاغاني هذا الانسان من هذا الانسان. كل الاغاني انا اللي كنت انزلها فتره من الفترات من صارت الدنيا ازدحام اللي هسه قبل هاي الفتره. صار انه يعني الاختيار صعب صراحه. انت شاعر وضياء شاعر وتعرفون الوسط شنو. الاختيار صعب، مو اي اغنيه تعجبني. صحيح. بس هي اكو اغاني حلوه. اكو اغاني طبعا، واكو اغاني واي فاتتني. المفروض واي فاتتني. يعني تعرف رامي عذرا للمقاطعه بس اغنيه من ضمن الاغاني ضياء حتى لا انسى، من ضمن الاغاني اللي فاتتني حتى اصدمك انا بلياك مال ماجد. حبيبي بعينك دمعه. الاغنيه مالتي ظلت اسبوع يمي. حبيبي بعينك دمعه. حبيبي بعينك دمعه. انا هذا اسميه شو تسميه استاذ؟ هذا اللي الحاله اللي صارت بمكان حبيبي انا مشتاق. حبيبي انا مشتاق. شوف خل احكي لك، اجينا انا وعلي بدر قاعد نسوي اغنيه حبيبي بعينك دمعه. حتى اتذكر كنت انا اسوي شاي بالمطبخ، انا كلش احب الشاي يعني مدمن مال الشاي. زين. فاسوي الشاي واكتب بالاغنيه. فعلي بدر قال له انا بخليك شاي حتى تكتب لي اغاني. تحياتنا يعني. سوينا الاغنيه، اول ما سمعها منه احمد سلطان ما تفاعل، يعني قال بعد تعطوني وقت. هاي الاسترخاء مالته. الذكي منه اللي يعني هو مو قاعد يقول انه هو مو ذكي بس يعني هي قصه بالتالي توفيق. هو اجى قاسم قال يلا خلاص ان شاء الله. هوايه عنده تضييع فرص لانه هو تركيزه ما يكون بذيك اللحظه دقيق 100%، فتضيع من عنده الاشياء. تكون فتره من الفترات انه انا اكون مشتت مثلا وهذا لا ياثر عليك المفروض. لا ما ياثر علي يا رامي، بس هو صراحه اختيار الاغنيه بالنسبه لي، يعني انا اعترف لك اني اختيار الاغنيه بالنسبه لي صعب والملحن يعاني وياي. تخيل رامي، يعني شوف جد ما هي يعني سوالف حلوه. انت حلفت
مصطفى انا بلبنان، مصطفى ابراهيم، انت حلفت تعرفه؟ اي اعرفه. مصطفى ابراهيم اسبوع يحكي وياي بالتليفون، اقول له ما اريدها، يقول لي اوكي بس روح غنيها. بس غني. والله اقسم بالله وهو يعرف ايش دا احكي. اقول له ما اريدها، اقعد ثاني يوم اقول له ما اريدها ما حابها، يقول لي اوكي بس روح غنيها. قلق. لا يقول لي روح غنيها، اقول له ليش اغنيها وانا ما حابها؟ يقول اني دا اسمع واتخيلها بصوتي. تخيلها بصوتي. رحت غنيتها والله طلعت كملت اني والله ضياع. وقعدت قلت لها شنو الاغنيه؟ شلون طلعت هيك؟ حتى بطريقه قلت له المحب كلمات قصي عيسى، تحياتي له. تحياتنا. قلت له شلون هيك طلعت الاغنيه؟ قال مو قلت لك بس مو على البال غنيها؟ ولا على الخاطر؟ اي والله طلعت حلوه. اي لا انا لا مو على البال، هي قويه الاغنيه. مصطفى ابراهيم لحد الان يقول من اهم الاعمال اللي اشتغلتها انت حلفت. مصطفى ابراهيم نفسه. نعم. رامي تخيل كنت اتمنى لكل فنان اعطيه فد 3 ساعات جد ما حابه سوالف نكملها، بس للاسف الوقت حرامات الوقت وياكم يخلص. ضاع الوقت فعلا. سووا حلقة كثير. والله يابا هوايه عندنا حكي. اي والله فعلا عندنا فن، وبصراحه ما حسينا مشت بسرعه الحلقه. ما انا قلت لك هي هاي الماده الدسمه هيك. هم ذولا هاي بعد ممكن نرجع واكرر. اريد اسمع من عندك كلمه اخيره، اكيد من عندك. انت اليوم نورتنا واسعدتنا. واشكر دعوتكم الطيبه، اشكرك واشكر رامي واشكر قناتكم الحلوه. ودائما اقول انه الانسان نعم اللي يريد يبقى ناجح خليه يبوع بس القدام، لا يلتفت ورا. حمودي طبعا بداية تحياتي لك حبيبي، الله يحييك. تحياتي ست سجا طبعا، وسعيد اليوم اني. تحياتي الاستاذ ضياء فدوى قلبك، انا مشتاق لك ابو توته. الله يخليك والله انا مشتاق لك كلش. قبل شويه وقال لي تدري انا ايش قد احبك؟ قلت له انا اكثر احبك. قلت له صار لي وايد احبك. الله يخليك. طبعا تحياتي لكم وتحياتي لجمهوري، واريد اقول كلمه صراحه لان اني يعني ما طالع هوايه فلازم اقول لكم. حلو. انه اني بقناعتي ظهوري بالسوشيال ميديا هو بهالطريقه، وانا متاكد انتم يعني الاغلبيه من عندكم انتم فاهمين شنو طريقتي، حابينك تكون بهالطريقه، واكيد انتم حابين لان انا اعرف انتم حابين. واعذروني من قله الاعمال لانه انا احب انزل اشياء يعني اولا لازم اني مقتنع بيها وتفكيري كله انه راح تعجبكم او لا، فدائما تفكيري بالناس شلون راح تسمع. ودائما من انزل الاغنيه، وانا قلت لك قبل شويه صحيح. قلت انزل الاغنيه اراقبها، اذا الناس ما حبتها خلاص حتى ما ادعمها، لان اعرف انه الناس ما حبتها. الله نورتنا اكيد. تحياتي لك. كنت تتجنن ويانا. الله انت يخليك. تجنن. الله يخليك حبيبي. لا مش راح تقول كلمه اخيره؟ لا الكلمه الاخيره يمك اليوم. اوكي حلو. انت اليوم منورنا، اتمنى لك كل الموفقيه يا ربي. شكرا لوجودك اليوم ويانا. انا اشكر هاي الاستضافه. انا اللي اشكرك، واكيد رامي اللي يشكرك، وكل الكادر. فانت اسم حلو مميز. شكرا لك. شكرا لك. نورتنا. اتمنى لك الموفقيه، واكيد جديدك راح نسمع برمضان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك اليوم وهاي الاطلاله الجميله. اليوم ما قريتي لي شعر؟ لا بعدين في الحلقه اللي وراها. نعم مشاهدين اكيد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تنال اعجابكم ورضاكم اكيد ويا برنامج نجوم الفن، ويا ابرز نجوم الفن العراقي والقريبين الى قلبنا. نقول لكم حلقاتنا هواي. باي باي.